تهتم الفتيات بشعرهن لأبعد درجة ممكنة، لأنه يعتبر أحد الأسباب الأساسية للأنوثة، ولكن لا تعلم أغلبهن أنها تتبع عادات خاطئة أثناء غسل الشعر. تعرفي عليها معنا. أولاً، لا تقومي بغسل شعرك بالشامبو فور ظهور الزيوت عليه، فهذه الزيوت ضرورية له بل ومفيدة أيضاً. لا تكثري من الشامبو إن كنت تستحمين بشكل يومي، فإنه ليس ضروريا للحفاظ على نظافة شعرك. اشطفي شعرك بالماء وغذيه بشكل كبير به قبل وضع الشامبو بحوالي دقيقتين. ضعي البلسم أولا قبل استخدام الشامبو، فهو سيعطيك نتائج مذهلة وسيظهر شعرك كثيفا أكثر بعد تنشيفه باستشوار. لا تضعي الشامبو على أطراف شعرك، فهذه الحالة ستتسببين في إتلاف أطرافه، بل وزعي الشامبو على فروة الرأس. حاولي فرك فروة الرأس بالأصابع لا بالأظافر، فممكن أن تقومين بجرح الفولة أو تتسببين بحساسية أو التهابات بها، لأنها تعتبر منطقة حساسة جدا. لا تقومي بتمشيط شعرك في الحمام، لأنه سيضعف بصيلات الشعر وسيقوم بتقطيع شعرك أيضا. ضعي البلسم على أطراف شعرك لا على فروة الرأس، كي لا تتسببي بانسداد للبصيلات أو بتبطيء نمو الشعر. لا تفركي شعرك بمنشفة بعد الاستحمام بغية تجفيفه، لأنك ستؤدين لتقصيفه وتقطيع أطرافه، بل قومي بالتربية عليه بلطف واسمحي له بأن يجف بشكل طبيعي. لا تعصري شعرك وكأنه قطعة ملابس قمت بغسلها منذ قليل، لأن هذه الحركة حتما ستقطع شعرك إلى أشلاء دون أن تشعري، لكنك فقط ستحسين بأنه يتساقط أثناء تجفيفه. وفي النهاية، اعتني بشعرك قدر الإمكان، لأنه مصدر جمالك الأول سيدتي، وقومي بترطيبه بالكريمات أو السيرومات التي تناسب طبيعته، وحاولي الحفاظ على زيته الطبيعي لمدة يوم أو يومين، لأنه يفيدك لأبعد الحدود.